يسعد أوقاتكم حبايبي، وإن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية. اليوم وصفتنا سهلة وسريعة وبسيطة وباردة بهالصيف. بسكويت النسكافيه. نحتاج لعلبة كريمة، حليب، قشطة، نسكافيه، وبسكويت الشاي. طبعا أنا هون استخدمت قالب التشيز كيك وحطيت عليه ورق الزبدة. أول شي حطيت الكريمة، تقريبا 4 ظروف كريمة بيحتاج لهم كاسة حليب، وأنا بستخدم المضرب الكهربائي وبخفقهم منيح حتى يتضاعف حجم الكريمة، وبضيف علبة القشطة معاهم وبخلط منيح وبحطها بالبراد لحتى تبرد. عندي هون النسكافيه حطيتها بمي وغطست البسكويت الشاي فيها وأصفهم على شكل طبقات مثل ما لكم شايفين، طبقة بسكوت مغطس بالنسكافيه وطبقة كريمة، ومنحط على الوش رشة نسكافيه وبخليها بالبراد لمدة 4 ساعات. لا تنسوني حبايبي من الفولو واللايك والشير والمتابعة. وصفة حلوة سهلة وبسيطة وطيبة بالصيف والحر، باردة مع القهوة مع البسكوت، وهذا الشكل النهائي مثل ما لكم شايفين، طبقات البسكوت مع الكريمة مع القشطة، والله ولا أطيب. تابعوني، بكبر فيكم وصحتين وألف هنا.